لا تريد يعني رفع العارضة، لأنه عندها حق رفع العارضة إلى 4 أمتار 86، ولكن طالما أنها كانت تحيي الحكام بالتالي يعني ستكتفي بالمركز الأول ب 4 أمتار 81 مع أفضل إنجاز طبعا، بينما تينا سوتيش من سلوفينيا المركز الثاني وساندي موريس في المركز الثاني. سريعا مشاهدينا الكرام إلى سباق 3000 متر موانع، وهذا البطل الأولمبي العالمي البطل المغربي سفيان البقالي المختص في 3000 متر موانع، لكنه يشارك اليوم في 3000 متر مستوية إلى جانب نخبة كبيرة من الأبطال. هذه طبعا خطة ذكية من سفيان البقالي وأيضا مدربه لكسب السرعة مع بداية الموسم، لأنه سباق 3000 متر يكون أسرع من 3000 متر موانع، شيء أكيد. ولكن في هذا السباق هناك وجود رهيب، يعني في خلطة سحرية بالنسبة للأبطال، يعني بطل الأولمبياد وأيضا البطل العالمي في 3000 متر موانع سفيان البقالي لن يكون وحيدا في هذا السباق، وسيكون إلى جانبه طبعا نخبة من الأبطال. ولطالما سفيان البقالي على مستوى الدوري الماسي يعني في الدوحة بالتحديد يعني فال طيب الدوحة على البقالي. العام الماضي انتصر في الدوحة ومضى للتتويج باللقب العالمي في يوجين الأمريكية، فاز في كل المسابقات التي خاضها سفيان البقالي العام الماضي دون هزيمة في سباق 3000 متر موانع، إلى أن توج بالكأس الماسية. انطلاق السباق، سباق 3000 متر موانع للرجال، وهناك طبعا المشاركة العربية من خلال البطل سفيان البقالي، وأيضا هناك البطل أمين جهينوي من تونس حاضران، وأيضا البطل آدم مصعب من منتخبنا القطري كأبطال عرب، إلى جانب مجموعة من الأبطال. هناك أبطال على أعلى مستوى في هذه التشكيلة، تشكيلة الدوحة المذهلة. هناك الإثيوبي صاحب الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية، وأيضا بطولة العالم لامينشا جيرما الذي كان يعني في المنافسة مع سفيان البقالي دائما وأكيد في 5 مواجهات بينهما، دائما البقالي يتفوق عليه. وطبعا هناك الأبطال أيضا البطل الآخر الكيني سولومون باريغا بطل العالم في سباق 10,000 متر أو بطل الأولمبياد في 10,000 متر، بالإضافة إلى أوسكار تشيليمو من أوغندا، وأيضا إسماعيل كيب كروي بطل العالم في العدو الريفي تحت 20 سنة، ومجموعة أخرى من الأبطال. إذا سباق سيكون مثير للغاية، بينما الأنظار ستتجه نحو سفيان البقالي بطل العالم وحامل ذهبية أولمبياد طوكيو في 3000 متر موانع، 6 لفات على نهاية هذا السباق. طبعا يقود هذا السباق أرنب من أرانب السباق، إيقاع سريع بشكل مميز. إذا منافسة هنا طبعا تيموتاي تشيريوت هذا البطل العالمي أيضا، ولكن في اختصاص 1500 متر. تيموتاي تشيريوت أمام سفيان البقالي. تيموتاي تشيريوت بطل العالم في 1500 متر وحامل الميدالية الفضية في نفس السباق على مستوى الأولمبياد. قوي البطل تيموتاي تشيريوت
21 مرة فاز في الدوري الماسي، لكن في اختصاص 1500 متر. على عين هو بيرانو أريغواغاوي من إثيوبيا من يتقدم خلف كالوم ديفيس من أستراليا. عندنا الأسترالي الأرنب لهذا السباق، هناك أرنب آخر من كينيا في المركز الثالث حاليا، بينما سولومون باريغا بطل الأولمبي في 10,000 متر متواجد في المركز الرابع، وكيت نيوالي أيضا في المركز الخامس، وتيموتاي تشيريوت في الخلف، ثم سفيان البقالي في المركز السادس. طريقة رائعة للبراق المغربي في هذا السباق، سباق 3000 متر موانع، 3 كيلومترات، والبقالي هو سيد الحواجز في 3 كيلومترات. 4 لفات على نهاية السباق. البقالي يحمل رقم جيد في هذا الاختصاص، ولكن رقمه أميز في 3000 متر موانع، بينما الآن أصبح هناك إيقاع أسرع، وبدأت الكوكبة تتفكك بين الأبطال. هنا طبعا كيمبي هو الذي يقود السباق، هيرغاوي من إثيوبيا. سفيان البقالي أصبح الآن رابعا، بدأ يتقدم شيئا فشيئا، ولكن هناك من الخلف جيرما وكيت نيوالي، لاميتشا جيرما وكيت نيوالي. هذو أبطال يعرفهم البقالي تمام المعرفة، لأنه سبق لهم التنافس مع بعض في كثير من المحطات الدوري الماسي. لكن يبقى سفيان البقالي يعني البطل المغربي، أفضلهم في اختصاص 3000 متر موانع. البقالي 10 مرات كان بطل في جولات الدوري الماسي، وأيضا على مستوى الملتقيات خارج الدوري الماسي كان الأفضل أمام جيرما وكيت نيوالي البطل الأولمبي المغربي.